تبقى شكلها عامل ازاي. يعني لو انا عملت كده وجينا زودنا ده، فهتلاقي ان هي لما بتتني الكيرف بتاعها بيبقى مختلف شويه. فمثلا لو انا خليته كده تمام ما عنديش مشاكل خالص، وده بيبقى اتجاه الضوء بتاعي. يعني انا عملت كده هيبقى شادو، لو عملت كده هيكون لايت. مثلا خلينا نخليه شادو. وهنا ده خاص بالباك جراوند، فانا ممكن اقول ان انا هاجي هنا هعمل سوليد، وده عشان بس يبقى التوتوريال بتاعنا مبسط وسريع. وده كان لون السوليد بتاعي، وهحطه هنا وبعد كده هشيله خالص. انا هعمل ايه بالسوليد ده؟ انت لو لاحظت هنا بعد ما انا اعمل كده، ان هنا تحس ان التاكت بتاعتي شفافه وهي مقلوبه كمان، معمول لها فليب، فمش باين منها غير ان هي مقلوبه هنا. فانا محتاج ما اعملش كده. المفروض ان انت بتبقى مجهز الظهر بتاعك لو انت داخل تعمل حاجه بروفيشنال لنفسك، لكن هنا عشان يكون الوقت اسرع شويه فانا عملت سوليد واخترت ان هو يكون كده. ومثلا هزود